ستسمعين كثيرا مما يسر العالم العربي بأن سوريا هي أقوى بكثير مما يظن بعض الإخوة الفضلاء ممن حرضوا بالأمس على سفك الدماء في سوريا. سوريا لن تركع ولن تسفك دماء أبنائها بيد أبنائها. وما حدث في درعا وما حدث في الصنمين وما حدث في اللاذقية هو أمر خارجي تماما، وستسمعون التحقيقات بعد أيام أو ساعات قليلة لنثبت لكم أن الشعب السوري كان أرقى وأنقى بكثير مما يظن بعض خطباء الفتنة الذين وقفوا على المنابر يدعون الشعب السوري ليتمزق طائفيا ومذهبيا ويقتل بعضه بعضا. كم كنت حزينا وأنا أسمع بعض خطب الجمعة تبث في العالم العربي لتكون منابرها منابر فتنة وليس منابر فطنة ومحبة وأخوة وعطاء. حتى ولو كانوا يعني ما تقوله أن هناك تحريض، ما مصلحة هؤلاء يعني في منابرهم وفي خطبهم وفي مساجدهم كما تدعي؟ ما مصلحتهم؟ هذا السؤال يوجه إلى أصحاب الفضيلة الذين وقفوا على المنابر ليقسموا الوطن العربي وليقسموا بلادنا إلى مذاهب وطوائف وأحزاب يحرضون بعضهم على بعض. شيخ أحمد حسون، تفضل. أنت عالم وتخشى الله وتعلم أن هناك دماء سالت، وتقول هنا على الهواء بأن ما تم من إصلاحات وحزمة التعديلات التي ستشهدها سوريا وتمت بدون إراقة دماء. ماذا تعني لك أنت كل هذه الدماء التي أريقت لحد الآن؟ هذه الدماء دماؤنا، وهذه الدماء دماء شهدائنا. هذا كلام سنثبت لكم. لا سنثبت لكم خلال الساعات القادمة أن من أسال هذه الدماء هم من خارج سوريا وليس من داخل سوريا، وأن كل يد إن كانت من يد الحكومة أو من يد الناس أسالت الدماء ستحاسب. لكنك يعني بدأت بكلامك يا شيخ حسون بأن الفرحة تعم. نعم، أنا أدعوكم الآن وعندكم قناة الجزيرة، أدعوكم لتذهبوا إلى كل شوارع سوريا في كل الوطن وتسألوا أي مواطن في الشارع. ويحزنني أن تأتيكم هواتف من خارج سوريا، إنما قناتكم وكاميراتكم أن تنزل اليوم إلى كل شوارع سوريا. طيب سننزل. عفوا عبد الصمد. شيخ حسون، أنت قلت بأن يعني خطب جمعة حرضت، لكن التظاهرات بدأت قبل يوم الجمعة، أي قبل ما تصفه أنت بأنه يمكن أن يكون تحريضا. هؤلاء خرجوا في تظاهراتهم قبل ما تحدثت عنه في المساجد. ما حدث في درعا، أنا معك، ما حدث في درعا منذ أسبوع وبدأت الدولة بمعالجته، وذهبوا إلى بيوت حتى من استشهد، وذهب وفد حكومي وأقيل محافظ درعا، واليوم وغدا ستكون هنالك محاسبات ستسمعونها. ولكن بدل أن تقوم هذه المنابر بالتحريض كان الواجب عليها أن تأتي لإقامة الصلح هذه المنابر كما وليس تحريضهم نعم على هذه المنابر شأنها الآن شأن الذين يجرون هذه التحقيقات والتي سبقت أنت نتائجها بأن قلت بأن من يقف وراء هذه الأحداث جهات خارجية سباقا أصلا لنتائج التحقيقات. أريد منك موقفا شرعيا وأنت المفتي. ما موقفك الشرعي؟ اسمح لي، موقفك الشرعي نعم. أنت من هذه المظاهرات، هل هذه المظاهرات جائزة أم غير جائزة؟ اليوم المواطن العربي في كل العالم العربي يطلب كرامته، يطلب حريته، يحق له أن يتظاهر، يحق له أن يطلب حريته وكرامته، ولكن لا يحق لأحد أن يطلق عليه النار، إن كانت حكومة وإن كان أناس مندسون من خارج هذا الوطن. وأنا كما قلت لكم إن كل من أسال دماء في هذا الوطن سيحاسب، إن كان من الحكومة أو من خارج الحكومة. طب إن كان من الحكومة شيخ، إن كان من الحكومة، من تعتقد أعطى هذه الأوامر لهؤلاء الرجال الذين ينفذون هذه الأوامر على الميدان؟ هل ربما من الضباط من تلقاء أنفسهم أطلقوا النار على مواطنين هكذا؟ ليس هنالك ضباط أطلقوا النار بقرارات أو بأوامر، إنما هنالك دفاع عن النفس جرى من بعض من تحاول أن يخرب. فما السر أن تحرق القصر العدلي، وما السر أن تحرق موقع تحقيق المخدرات
نحن نعرف من قام بهذه العملية. ما السر في اعتقال أطفال أيضا شيخ حسون؟ ما السر في اعتقال أطفال ونساء أيضا؟ سنثبت لكم أن من قتلوا الأطفال وقتلوا النساء هم أناس استهدفوا قتل الناس. أقول اعتقال وليس قتل شيخ حسون، أقول اعتقال. الاعتقالات التي جرت قبل الأحداث في مدينة درعا لهؤلاء الأطفال، وقد حوسب من اعتقلهم وقد حوسب من أوقفهم ساعة واحدة. فلذلك أنا الذي أرجوه منكم سيدي تفضل. أن ما حدث يجب أن يكون ما بعده هو صلح بين الناس وليس تحريض الناس على بعضهم البعض. فما يحدث في ليبيا اليوم هل تريدونه أن يحدث في سوريا؟ لا أحد يريد ذلك شيخ حسون، ولكن تتحدث عن من حوسب ولم يعلن عن ذلك أمام العالم، وتتحدث عن أنه عن ما حدث في درعا من أطلق النار. أنت تستبق التحقيقات، تقول هناك تحقيقات وتعطينا نتيجتها قبل أن يعلن نتيجتها رسميا. لو قرأت على الأخبار السورية لقرأت أن هنالك التحقيقات وأنه سيظهر قريبا بعض من أطلقوا النار على الناس. لا أستبقها، إنما في شارعنا السوري أن الشارع السوري عندنا شارع مثقف وشارع سياسي مسيس، ولذلك لا يعبث بالدين فيه ولا تستغل العواطف الدينية فيه، إنما الحقائق هي التي نتحدث عنها. شيخ حسون قبل أن ينتهي، ما الذي أدى إلى كل ما حدث برأيك وأنت تعيش في سوريا ومطلع على ما يجري؟ ما أسباب ما حدث؟ والله عدا عن الجانب كما قلت أيادي الخارجية وجماعة أخرى، لأن غير المقبول الحديث عن جماعة تحرض جزءا كبيرا من الشعب. هنالك تقصير من عدد من المسؤولين، هنالك بعض الفساد في هذا الوطن، ونحن اليوم جميعا نطالب بأن يعاقب المفسدون، بأن يعاقب من كان من أحد أسباب هذه الفتنة التي ابتدأت من بعض المفسدين واستطاع بعض من حاول أن يندس إلى هذا الطريق. أخيرا فقط لو سمحت لنا، يعني اشرح لي كيف تقول سنثبت لكم، يعني بأي صفة؟ أنت مفتي ولست مسؤولا في السلطة. أنا مواطن سوري قبل أن أكون مفتيا، أنا مواطن من درعا ومن الصنمين ومن دمشق ومن حلب. دعي المناصب على جنب، فالمناصب تزول والمواطنة لا تزول والعقيدة لا تزول، وموقفنا بين يدي الله لمن حرضوا على قتل الناس لن يزول. غدا موقفهم أمام الله وأمام التاريخ أنهم هم الذين سفكوا الدماء من خلال ولكن عادة المسؤول هو من استغلال عواطف هذا كان المقصود في السؤال. شيخ أحمد بدر الدين حسون مفتي الجمهورية العربية السورية حدثنا من دمشق، شكرا جزيلا لك.